كانت أشهر راقصة في لبنان، وكانت أشر إنسانة. كانت كل يوم مع راجل شكل، كمان كانت بتعبد النار. لكنها كانت جميلة جدا وغنية جدا. وفي يوم من الأيام كانت بتتمشى جنب الجنينة في بيت واحد غني. الراجل ده كان مستضيف عنده قديس مشهور اسمه جيروم من فلسطين. وكان القديس بيصلي، وبالصدفة هي ماشية فسمعته وهو بيقول: يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي. يا رب يسوع المسيح أيها الإله الحبيب، أنا بحبك جدا يا رب. استعجبت جدا وسألت نفسها: يا ترى مين ده وبيسجد لمين؟ هو في حد يحب إله الحب ده طول الليل بيصلي له وعمال يسجد له؟ وبعدين هو ماله فرحان قوي كده ليه؟ هو في إله بيشبع كده فعلا؟ كانت مذهولة لأنها كانت بتدور على الحب وما كانتش لاقياه. مش لاقيه راحة أبدا في الناس اللي عرفتهم، ولقيت واحد طول الليل هيمان وهو بيكلم إلهه. راحت له تاني يوم وقالت له: لو سمحت ممكن تكلمني عن الإله بتاعك؟ ولما ابتدى يكلمها لقت نفسها عمالة تعيط كتير قوي، وفتحت باب قلبها. وبعد ما كانت أشهر راقصة سابت كل حاجة وقالت له: أنا مش راجعة القصر بتاعي ده تاني. فالقديس قال لها: طب روحي فكري شوية. قالت له: أفكر في إيه؟ ده انت وانت بتكلمني عنه أنا دقته، حسيت إن أنا ارتويت. أنا ما لقيتش شبع مع أي راجل، ولا مع الأكل ولا مع الشرب. قال لها: لأن ده الوضع الطبيعي اللي ربنا خلقنا بيه، إنه حط فينا فجوة ملهاش نهاية عشان نكملي بيه هو وبس. ربنا لمس قلبك وانت فتحتيله. أفادوكيسيا في اليوم ده ما رجعتش البيت فعلا، وراحت لدير راهبات وقالت له: أنا حتى ما استاهلش أقعد مع الراهبات، ده أنا ما سبت الشر في حياتي ما عملتوش. ولأنها كانت لسه مبتدئة سألت القديس: علمني أكلمه إزاي؟ أنا مش هعرف أتعلم الصلوات بتاعتك. قال لها: ما تقوليش غير 3 كلمات بس. قال لها: لما تحب تصلي قولي: يا من خلقتني وأحببتني ارحمني وعرفني ذاتك. قفلت على روحها في قلاية، وبعد 10 سنين بقت واحدة تانية خالص، اتملت من ربنا وشبعت، وما كانتش بتفكر في حد غيره، وكأنها تعرفه من أول ما اتولدت. وبعد 10 سنين أول ما طلعت من المغارة سمع عنها الأمير ابن الملك اللي كان زمان ليه علاقة خاطئة معاها، وقعد يدور عليها لحد ما لقاها، وعرف إن هي في دير الراهبات. راح خبط على الباب وقال: أنا عايز أفادوكيسيا، ولو ما جبتوهاش أنا هحرق الدير. فالراهبة راحت جري على القديسة أفادوكيسيا وقالت لها: الحقي الأمير بيدور عليكي. قالت لها: ما تخافيش، ادخلي اوضتك وانا هطلع له. فراحت له وسألته: انت عايز مين؟ قال لها: انا عايز أفادوكيسيا. قالت له: أفادوكيسيا اللي انت بتطلبها ماتت من 10 سنين. قال لها: انت تكدبي عليا. قالت له: انا مش بخدعك، انا بقولك الحقيقة. كانت القديسة طول 10 سنين بتاكل خبز يابس فقط، فشكلها اتغير جدا، والناس بتقول إنها كانت جميلة جدا، لكن لما صامت أصبحت بعد 10 سنين أجمل من الأول. ولسه الملك هيمد إيده عليها راحت رشمت عليه الصليب. راحوا بصوا لقوا الأرض انفتحت وبلعت الأمير هو وال100 جندي اللي معاه. إيه ده؟ إيه ده؟ منين القوة دي جابتها؟ أهي بقت زي إيليا النبي. إيه الهيبة دي؟ كانت فين الهيبة دي قبل كده؟ لا، ما هي بقت زي ما بولس الرسول بيقول: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. اللي في المسيح بيبقى خليقة جديدة. فهي بقت مش هي، بقت واحدة تانية. الملك سمع بالموضوع ده وعرف ايه اللي حصل لابنه، فراح الدير وقال لها: انت ساحرة، انت قتلتي ابني، انا هحرق الدير باللي فيه. قالت له: انت جاي تحرق الدير ولا جاي عايز ابنك؟ قال لها: يعني ايه؟ قالت له: انا بسألك سؤال بسيط، انت حضرتك جاي تحرق الدير ولا عايز ابنك؟
قال لها ابني ما انت موتيه. قالت له لا انا ما موتوش، ده انا رشمت عليه الصليب فانفتحت الارض وبلعته. ربنا دافع عني لان ابنك كان عايز يأذيني، لكن انت لو عايز ابنك انا هطلب من الهي يرجع لك ابنك تاني. بص لها الملك وقال لها انت بتقولي ايه؟ انت مجنونة؟ قالت له لا انا مش مجنونة، انت هتخسر حاجة لما تستنيني لما اصلي؟ سكت شوية وراح قال لها خلاص صلي. وقفت تصلي 10 دقايق بس. صلت القديسة لربنا وقالت له يا رب الناس دي ما تعرفكش، لسه ما اكتشفتش انت مين، فتح عيونهم يا رب وبصيرتهم، خليهم يشوفوا اللي انا شفته ارجوك يا رب. صلت بدموع وصرخت لربنا وقالت له ارجوك يا رب اكشف عيون العميان، خليهم يشوفوك، انت الناس دي يا رب مش شايفينك. واول ما خلصت الصلاة قام الامير من الموت وابتدى يحكي لهم انه راح الجحيم في مكان مظلم جدا، وشاف واحد منير عارف ان ده الاله، هو شاف المسيح، والمسيح قال له من اجل صلاة افادوكيسيا بنتي انا هديلك فرصة تانية. وقام الامير وآمن بالمسيح وبقى راهب. وبعد كذا سنة اتنيحت رئيسة الدير، فالراهبات رشحوها تكون رئيسة الدير فرفضت بشدة، لكن الراهبات قعدوا يلحوا عليها كتير فوافقت، بس انها تطلع يومين بس من القلاية بتاعتها. الله يقدر يغير أشر الناس ويخليهم أبر الناس. بركة صلوات القديسة أفادوكيسيا تكون مع قلوبكم جميعا. لو أخدت بركة تابع صفحتي واعمل شير للناس، خلي الناس تاخد بركة القديسة. شفاعتك يا قديسة أفادوكيسيا تكون معانا، أمين.